لاخواننا المغاربه نطلب منكم التدخل العاجل لاخوانكم، راهم هم عدوكم. ونولي نوجه عنه المملكه المغربيه، نطلب منهم التدخل في فك الحصار، وانهم يتدخلوا في اسرع وقت لانهاء هذه الماساه التي يعيشها اليوم المواطن الصحراوي داخل المخيمات. وهذه كذلك احمل الامم المتحده المسؤوليه التامه على هذا ما يقع في المخيمات. طبعا نبغي نوجه لهم عن اخوتهم في المخيمات، راهم اليوم يعانوا معاناه شديده، ويعانوا معاناه نظرا للجو المناخ، ونظرا الحمان، فم الحمان نقولوا احنا الصحراويين الحال حمان، ونظرا للمعاناه اللي نعيشها. وكذلك هاي المواد اللي تجي من عند المنظمات بالخصوص عند الامم المتحده تسوق في الدول تباع في موريتانيا، وتباع في مالي، وتباع في تشاد، وكذلك في تندوف. ونبغي عنهم يتدخلوا باسرع وقت يتدخلوا ويسمعوا صوت المواطن الصحراوي من المخيمات، يسمعوا الحقيقه اللي هي خاصه تلحق اليوم خاصه تلحق المجتمع الدولي، تلحقوا الحقيقه. لا للظلم، يحول خيام على العليات، خيامات ملانة من العليات والرجالة. والله في الزاد كذلك نطلب من نساء اخواتنا في امريكا وفي اوروبا انهم يتحركوا لهذه القضيه، ويشوفوا بخصوص معاناه المراه ومعاناه الطفل ومعاناه الشيخ ومعاناه. وطبعا كنقول عن كفانا ونولي نوجه عنه المملكه المغربيه تقدمت بحكم ذاتي، ونحن صحراويين قلنا ندوروا تقرير المصير، حكم ذاتي تقرير مصير، احنا قررنا مصيرنا. وطبعا نطلب من امريكا اللي هي اللي معنيه بالامر عنها تدير حد هاي المأساة الواقعة في المخيمات، تدير حد وتشوف هاول الانتهاكات الحقوق الانسان اللي يقعوا يوميا بالحقيقه على بعض اخوه نشطاء حقوقيين اصدقائي اليوم معتصمين عند مقر غوث اللاجئين في تندوف. هم لا يطلبون شيئا، لا يطلبون الماده ام شيء، يطلبون صفه لاجئ. انت الامم المتحده قلت ان احنا لاجئين، اليوم نطلب منك ان تعطينا صفه لاجئ، ونحمل كذلك مره اخرى الامم المتحده انها تحصل لاجئين، تعرف ان كم من الصحراويين هناك، وكم من الزوادين هناك، وكم موريتانيين هناك، وكم من الجزائريين هناك. اليوم نحملوا المساله على توقف منها عندها الحق باش تحصل لنا اللاجئين، تعرف كم. هاي كذلك نوجه لها المجلس الامن انه ياخذها بعين الاعتبار، ما هو يمشي يجي الجزائر تقول له الجزائر خلي عنك هذاك الموضوع، احنا هم المعنيين بالامر ليست الجزائر، هم الصحراويين المعنيين بالامر، هم اللي خاصهم يناقشوا معنا، ما هو يمشوا ويرسلوا واحدين يتفاوضوا باسمنا. ونبغي نولي نقول لاخواننا في امريكا عنه راهو ما هو جبهه البوليساريو، راهي ما هي الممثل الشرعي نحن الشعب الصحراوي، ليست لدينا بها اي علاقه، تلك الا مصالح تلعب بهم جبهه البوليساريو وبعض الاطراف اخرى، نحن راهي ما تمثلنا وما عندنا بها علاقه. احنا لا لنا اراي، ونحن نختلفوا بكثير من الاراي، هي عندها راي واحد تقول عنه تقرير المصير والاستقلال وكذا، احنا اليوم شفنا الحكم الذاتي تقرير المصير. اخواننا المغاربه نطلب منكم التدخل العاجل لاخوانكم، راهم هم عدوكم اخوانكم، بل البوليساريو هي التي تخالف بينكم بعض المشاكل بين المواطنين المغاربه، سواء في تندوف، سواء في موريتانيا، سواء في المهجر في اسبانيا، لان الصحراويين تشتتوا. الناشد جبهه البوليساريو انها تدير حد لهذه المأساة. نعم مشيتوا بالناس 76 ومشيتوا بهم التندوف المخيمات، وقفوا قدام اخوانكم وقولوا لهم اليوم رانا مشينا بكم ظلمناكم، 76 مشينا بكم عن ارضكم ظلمناكم، واليوم قيسوا ارضكم ومشوا لارضكم. وكذلك انا اقتنعت بالحكم الذاتي، ونتمنى مولانا يعود هذا الفيديو اللي نجري ذيك يوصلوا هذا الفيديو ويشوفني ويعرف الحقيقه
وما يقول عني خائن كما يقولهم. الخائن لا يوصف هكذا. أنا هذا قبلنا الحكم الذاتي الحمد لله، ونتموا لا ماشيين معاه. ما هو يردنا عبد القادر وما هي اللي تردنا الجزائر عنه. موقفنا نتموا فيه لين ننجحوا هاي الخطة إن شاء الله. رسالة ولاء إلى المملكة المغربية.